اللي بيتكلم كلمة بلسانه قسما بالله العظيم لا يتحاسب عليها. اي حد تورط في دم ولو بالكلمة، يعني انت فكرك مثلا لو وقع في ايدينا واحد زي احمد موسى ده لا يفعل به الافاعيل، لا في حاجة اسمها القانون الدولي ولا اللي قاعد يقول لك عاوز دم وعاوز مش عارف ايه، والله لا اعمل واشكاله كلهم شيوخ العره بتوع الفتنه شيوخ. لكن الاختلاف في الراي حتى لو شيوخ ما عجبوناش خلاص، لكن ان انت بتؤيد نظام الفجر ده، والله عارف انت العيال اللي مستخبيه، سيبك من اللي بره في تل ابيب مش هنعرف نجيبهم يعني، لكن العيال الوسخه اللي مستخبيين هنا دول والله لاقيين كلهم، ما كلهم بكشوفات وبيقبضوا بيها. ده انت بتجيب ظابط بس وتقول له انت بره بس جيب لي العدد ده. لازم كل الكلام ده يكون فيه عقاب، ما حدش يفكر تاني. اللي عذب مواطن ده لازم كل الناس تعرف العقاب اللي وقع عليه، بحيث يكون عقاب رادع. عارف ثوره يناير حاولنا نجيب الناس الافراد اللي نفذوا عمليات تعذيب المواطنين، قالوا لنا احنا هنبني بقى ولا هنقعد بقى نتخانق؟ قلنا لهم لا لا خلاص نبني. مفيش حاجه اسمها كده، ده انت قبل ما تبني بتحفر، بتطلع كل الوساخه، التربه الوسخه كلها بتحفر بقى. لو هتعمل مبنى خرساني ممكن تحفر مثلا 5-6 متر، يعني دورين، وبعدين بعد ما بتحفر بتطلع الوساخه والارض بتاع اللوس دي ومش عارف ايه كده، بتيجي على تدكها. بعد ما تدكها خالص تيجي حاطط في القواعد، قواعد بقى، تحط قواعد. احنا قال لك ايه؟ لا تحفر ولا تعمل من فوق الارض كده، يلا يا جماعه نبني بقى. طب والوسخات اللي في التربه دي هتبني عليها ازاي؟ لا مفيش كده، مفيش كده.